الاستهزاء بالقرآن الكريم وترتيل أغنية كما يرتل القرآن من قبل أحد من يدعي بأنه شيخ. اسمع. ألف أرنب يجري يلعب يأكل جزرا كي لا يتعب، باء بطا نطت نطا وقعت ضحكت منها القطة، ويبكي وتذرف دموعه من هذه الأغنية. حسبنا الله يعني ونعم الوكيل. الغريب بالموضوع أنه أهم شيء أنه أني أزيد المشاهدات. إذا وقعت بمخالفات شرعية كونه هو مثلا هو أو غيره أنه منتهجين هذا النهج، وهم يعتبرون يعني قدوة لبعض الأطفال. يعني الطفل يتأثر، الطفل ما يقدر يميز بين الصح والخطأ. بالإضافة يعني ظهر علينا مجموعة من الأشخاص بالفترة هاي يدعون المشيخة، في حين أن الشيخ قديما كان لا يقال له شيخ إلا أن يكون قد حفظ القرآن الكريم كاملا، وما يقبل حتى ينقال عنه شيخ، أو أنه يكون حفت، صارت الركب تبعه محفوفة حف عند المشايخ نتيجة الجلوس عند المشايخ ويأخذ العلم منهم وحفظ بعض الكتب علشان يصير عنده شيخ، يصير ينقال له شيخ. والله هذول أخطر من شلة دبي اللي تم مقاطعتها من كم يوم.